مرض التوحد أو متلازمة أسبرجر يعتبر من أصعب الأمراض اللي ممكن يمر بيها أي شخص، مش بس عشان التوحد بيقلل من قدرة الشخص على التفاعل والتواصل الاجتماعي، ده كمان بيأثر على شخصية المتوحد وتقبل الناس ليه في المجتمع. بس مش دايما المرض ده بيكون نقمة، أحيانا بيكون نعمة كبيرة بيوهبها ربنا للبني آدم، لأن دايما الأشخاص اللي عندهم توحد بيتميزوا بدرجة عالية من الذكاء، بيكونوا حالة خاصة زي بطلنا نديم اللي التوحد كان مأثر عليه بشكل كبير لدرجة انه طلع الأول على دفعته في كلية الحقوق وما تعينش معيد بسبب حالته. بس بعيدا عن شخصية نديم، دايما شخصية المتوحد لما بتتقدم على الشاشة بتاخد تعاطف كبير من الجمهور، والحقيقي دايما تجسيد الشخصية دي بيكون صعب على أي ممثل انه يأديها، ما بالك بقى بممثل مبتدئ وعمره الفني قصير زي طه دسوقي، وكمان تصنيفه كوميديان. يعني انت لو شفت طه دسوقي في موضوع عائلي استحالة تقول ان هو نديم، او لو شفته من كام سنة وهو بيعمل ستاند اب كوميدي مستحيل انك تتخيل ان طه دسوقي يقدر يقدم شخصية زي دي. لكن طه دسوقي بموهبته الاستثنائية وأدائه التلقائي قدر يقدم تجسيد مقبول للشخصية. مش هقدر أقول محترف لأن في ناس كتير أدت الشخصية أحسن من طه دسوقي، لكن في نفس الوقت برضه طه عرف يظبط أداؤه كويس في شخصية المتوحد، وما يفلتش منه الأداء زي عامر خان في فيلم دوم 3. عامر خان قدم شخصية برضه بتعاني من مرض التوحد، والحقيقة عامر خان كان أداؤه مفتعل ومصطنع جدا في الفيلم ده، وواضح جدا إن عامر خان ممثل ما بيتعلمش من أخطائه، لأنه ببساطة قرر يقدم شخصية المتوحد تاني بعد 9 سنين بالتحديد في سنة 2022 بفيلم لال سينج اللي كان مقتبس من فيلم فورست جامب لتوم هانكس. وأداء عامر خان في الفيلم ده كان أسوأ مليون مرة من أدائه في دوم 3، لدرجة إن الفيلم فشل في شباك التذاكر ومحققش أي إيرادات، بعكس عامر خان ابن بلده شاروخ خان قدم شخصية المتوحد بشكل ولا أروع في فيلم ماي نيمز خان. في ماي نيمز خان شفنا شخصية رضوان خان، الشخص اللي بيعاني من مرض التوحد، ومع مرور الأحداث بيسافر رضوان أمريكا، وهناك بتحصل قصة حب بينه وبين ميرا الهندوسية، لكن بعدها بتحصل أحداث 11 من سبتمبر، وبسبب احداث 11 سبتمبر كل حاجه بين رضوان وميرا بتبوظ، ويموت ابنها سمير في حادثه. وهنا ميرا بتلوم رضوان وبتقوله ان السبب في موت ابنها عشان هو مسلم، وعشان تسامحه بتطلب منه انه يروح يقابل الريس ويقوله انه مش ارهابي، وده بالفعل اللي بيحصل. بنشوف بعدها رضوان وهو بيخوض رحله بحث طويله عشان يقابل الرئيس الامريكي ويقوله انه مش ارهابي. الكاتب في ماي نيمس خان قدر يوظف مرض التوحد في الاحداث، ومن خلال ده قدر كمان انه يعرض الجانب الانساني في شخصية المتوحد اللي دايما بيحس بمشاعر وعواطف الشخص العادي يمكن ما يحسش بيها. بس بعيدا عن الهند، امريكا قدمت شخصية المتوحد بشكل حلو جدا في مسلسل ذا جود دكتور اللي كان محقق نجاح كبير قوي وقت عرضه. وهنا خليني اقف شوية عند ذا جود دكتور، لانه واضح جدا انه كاتب حالة خاصة اقتبس كتير من المسلسل ده وقرر يمصره بطريقته. في مسلسل ذا جود دكتور بنشوف شون ميرفي الجراح الشاب اللي بيعاني من مرض التوحد، لكن مع ذلك شون بيمتلك قدرات عبقرية ما تتصدقش، وبيظهر الجانب العبقري بتاعه في الحالات المستعصية والخطيرة اللي هو كان بيعالجها طول أحداث المسلسل. وهي دي كانت نفس التيمة اللي بيدور عليها مسلسل حالة خاصة. في حالة خاصة بنشوف نديم برضو بيستعمل الجانب العبقري بتاعه في حل القضايا. يمكن الفرق الوحيد ما بين المسلسلين ان في المسلسل المصري الكاتب حب يغير مهنة البطل، وبدل ما يخليه دكتور بيخليه محامي، بس ده كمان مش التشابه الوحيد اللي موجود بين حالة خاصة وجود دكتور. خلينا متفقين ان علاقة عم جميل بنديم واحدة من احسن الحاجات اللي كانت موجودة في المسلسل، والحقيقة انا طول الوقت كنت بستنى مشاهد الاتنين سوا. عم جميل بالنسبة لنديم ما كانش بس صديقه، ده كمان كان أبوه الروحي، عشان كده لما مات جميل لحظة موته كانت مؤثرة بجد وحزينة. علاقة نديم بجميل شبيهة قوي بعلاقة شون بدكتور جلاسمان اللي كان عامل بالظبط زي جميل وكان ناصح ومساند لشون. في الحقيقة كان في سلبيات كتير موجودة في مسلسل حالة خاصة، منها مثلا تصميم الشخصيات، وللأسف مش الشخصيات الفرعية بس، ده الشخصيات الرئيسية كمان. وده بالظبط اللي شفناه في شخصية أماني النجار. شخصية أماني النجار الكاتب قدمها لينا على إنها أشطر وأذكى محامية في البلد. طيب ليه ما شفناش ذكائها في حلها للقضايا؟ ده احنا كمان ما شفناهاش بتترافع. ايه يا أستاذة أماني، انت ما شفتيش فريدة الطبجي ولا ايه؟ بعيدا حتى عن الجانب الوظيفي، فأماني ما كانش عندها أي ذكاء في حياتها الزوجية مع جوزها اللي كان على طول بيخونها. بعد كده نروح لشخصية رام الله. الشخصية دي أنا ما حبيتهاش خالص. رام الله هي البنت التوكسيك اللي من الصعب إنك تحبها وتتعاطف معاها. رام الله استغلت نديم ومرضه واتجوزته بس عشان تاخد الإقامة، ده كمان كانت مصاحبة جوز مديرتها في الشغل وكانت بتقابله من ورا جوزها، فازاي في النهاية أصلا هي تتجوز نديم وهي أصلا ما تستحقوش؟
بصراحة النهاية دي حسستني ان انا بشوف فيلم هندي. الكاتب في النهاية قرر ان شخصية رام الله دي تكون هي المكافأة والجائزة الكبيرة اللي بياخدها نديم. بس في الحقيقة هي غير كده خالص. علاقة رام الله بنديم عاملة شوية زي علاقة ماري جين وبيتر باركر. بص أنا آسف على اللي هقوله دلوقتي عشان أنا هكرهك في ماري جين وهكرهك في فيلم طفولتك عامة. ماري جين طول الوقت ما كانتش بتحب بيتر ولا كانت مهتمة بيه زي ما هو مهتم بيها. هي كانت علاقة حب من طرف واحد. ماري عمرها ما حبت بيتر أصلا. هي كانت بتحب سبايدر مان بس. أيوة هي حبت بيتر لما عرفت إنه سبايدر مان. ماري عمرها ما حبت بيتر العادي. وده خلاني اسال نفسي سؤال: هل لو بيتر ما كانش خد قوة العنكبوت هل ماري جين كانت هتحبه ولا لا؟ من الحاجات اللي ما عجبتنيش في حالة خاصة العلاقات الكرنج زي علاقة حسن أبو الروس ووئام مجدي. شخصية عز ده شخصية متنمرة ووحشة جدا. ازاي أصلا في المسلسل يتغير كده بدون أي تمهيد ويبقى شخص كويس؟ وكمان وئام مجدي اللي بيتنمر عليها وبيشتمها طول الأحداث تحبه؟ دي علاقة في منتهى العبط والله. بس بعيدا عن كل السلبيات دي فمسلسل حالة خاصة مسلسل حلو. المسلسل حاول يجمع بين كل انواع الدراما زي الكوميدي والاجتماعي والبوليسي، واكيد طبعا حالة خاصة مسلسل يستحق المشاهدة. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وكمان ياريت تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد.